مررت على بيت فيه عزاء، اكو شخص متوفى عندهم، قاعدين يقرون يبكون، مقابلهم بيت عندهم عرس أو يصفقون وكذا، تفاصيل العرس، جيرانهم. هو هذا الناقل اللي ينقلون عنه القضية يقول بعد فترة مريت شفت هذا البيت اللي كان فيه عزاء في عرس، أو هذا البيت اللي كان بيه عرس في عزاء، نعوذ بالله. هذه القصة هذه فيها مغزى. أولا الدنيا تدور، هذه واحد يكون يعرفها، ماكو رخاء دائم ولا هم بلاء دائم، غالبا اثنين، هي حالان شدة ورخاء وسجالان نعمة وبلاء. هاي الدنيا هالشكل، مرة الإنسان بوضع زين، مرة بصعوبات يمر. اثنين، يكون يراعي بعض الأمور، وقت اللي يكون بحالة رخاء لا يكون يسوي شغلة اللي تؤذي الآخرين اللي هم في حالة بلاء، نعوذ بالله. هذا جاره عنده فاتحة، عنده عزاء، الآن هو يريد يسوي عقد زواج مثلا أو عرس. الطريقة العقلائية أنه إما يروح يشوف لبيت ثاني صديق مثلا يسوون عندهم، يبتعدون عنهم، أو لا يسوي بيها ضجة وبهرجة وتفاصيل. عقلائيا هذه زينة، أنه جاره عنده عزاء وهو يسوي عرس، معادلة. الدنيا تدور، هذا حسب ناقل القضية يقول شفت يوم انقلبت الآية، هذول عندهم أهل العزاء عندهم عرس وذول عندهم عزاء، نعوذ بالله. فهذه أمور تلحظ، يعني الإنسان إذا ما التفت لهالشكل أمور بعدين هو يقع فيها. قد أحيانا يشمت بشخص مثلا، يشوف عنده مشكلة يتشمت به، يجي يوم هو يطيح فيها، هالمرة ذاك يقوم يتشمت به. هذه هالقضية هالقصة فيها هالمغزى، أن الإنسان أولا يعرف حال الدنيا، ثم لا يفعلن شيئا يؤذي الآخرين بلا داعي، لأنه قد ينقلب الأمر عليه. وصلى الله على محمد وآله.